كذلك حارس منتخب مصر قدم شكر الجزيل للجمهور المغربي اللي حضر بكثافة لتشجيع المنتخب المصري. الشناوي اللي كان أفضل لاعب في المباراة ونجم اللقاء بالتصديات ديالو قال بعد المباراة ما يلي: أتوجه بالشكر للجمهور المغربي وللدولة المغربية على هذا التنظيم الرائع لكأس أفريقيا. وتابع: سواء في ملاعب المباريات أو ملاعب التدريب كل شيء كان على أعلى مستوى. وصراحة الشناوي أنقذ منتخب مصر من على الأقل تعادل منتخب جنوب أفريقيا، لأنه قام بتصديات حاسمة. دار في المباراة 6 تصديات حاسمة، أبعد 3 عرضيات، قام بتشتيت الكرة 5 مرات، وكذلك كسب 3 التحامات هوائية مع نجوم منتخب جنوب أفريقيا، وتصدى لعرضيتين. كذلك تلقى المغرب إشادات وشكر من كل طاقم وبعثة المنتخب المصري، سواء على التنظيم الممتاز والجيد، وكذلك خصوصا على التشجيع الجماهيري اللي كيتلقاه المنتخب المصري على ملعب أدرار، سواء في المباراة الماضية ضد منتخب زيمبابوي، وكذلك المباراة ديال اليوم اللي عرفت تشجيع كبير كما قلنا. أكثر من 40 ألف حنجرة صدحت باسم مصر في ملعب المباراة اللي انتهت بفوز مصر بهدف ل0 ضد البافانا.